جدا 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 واجد أسئلة. شمس، ليش ما في سواد تحت عينك؟ ليش عينك من تحت صافية ما في مشكلة؟ شمس، الله يخليك، أنا عرسي قريب، ساعديني، أنا عندي سواد تحت العين. شباب يدخلوا لي: شمس أنا عندي سواد تحت العين، سويت كل شيء ومو راضي. كثير بنات وشباب جدا واجد يسألوني، أبغى أصور لكم الأسئلة، إن إحنا رحنا مستشفى، سوينا ليزر، أخذنا كل شيء وما راح السواد تحت. أبغى آراءكم على الانستغرام عندي، أبغى أعرف أنتوا شنو معلوماتكم عن الموضوع، إيش تعتقدون شنو السبب؟ طبعا ما شاء الله على الأجوبة. بس إيه، كل الأجوبة ما لها خص في السبب الحقيقي تماما. وبصراحة أنا أستغرب على علم وطب معترف فيه، والناس تصرف فلوسها وتروح وترد وتتأمل، وبالآخر يقولوا لهم وراثة، سهر، مو حاطة كريمات للبشرة، وأسباب غبية. نجي للأسباب الحقيقية. أول شغلة، أي مكان ما يصل الدم في جسم الإنسان لازم يزرق لونه ويصير غامق، ما في دم. وهذا علميا، سواء في العلم العادي ولا يعني الطب العادي، الطب الشرقي، الطب في كل مكان معترف فيها، المكان اللي ما فيه دم لونه. انزين، شنو أسباب عدم وصول الدم لين تحت العين؟ هو كم مرحلة وقف فيها الدم قبل ما يوصل انه هو حتى مو واصل تحت العين؟ وشنو العضو اللي مسؤول عن تنقية الدم في جسم الإنسان؟ لأن الدم لما ينقى ويصير خفيف ويصير صحي يوصل لكل أعضاء جسم الإنسان. أكيد أنتوا عارفين أو فيكم تقرون أن العضو المسؤول عن تنقية الدم وفلترته هي الكلية أو الكلى أو الكدني في جسم الإنسان. الكلى إذا ما عندها تصريف، ما تصرف، فيها مشاكل، السواد يجي تحت العين. السبب الرئيسي لهالات تحت العين، سيبك من النوم والكلام الفاضي، ده كله عوامل مساعدة، بس السبب الرئيسي هو الكلى، يكون في مشكلة. إذا راح تسألون شنو الشيء اللي يخلي الكلى ما تصرف الترسبات اللي فيها والدم يطلع مو نقي، شوفوا شنو تاكلون. خلينا نبتدي بأول شغلة. أول شغلة خطرة تسبب وتضر الكلى، خلينا نقول نبتدي فيها، هي المشروبات الغازية، البيبسي، الكولا، هذه الأشياء، لأن كمية السكريات اللي فيها. اثنين، اللون، انت تعرف كم ساعة تظل الكلى تفصل اللون الصناعي عن الدم؟ الألوان الصناعية اللي موجودة في المشروبات الغازية، هذه ألوان تهلك الكلى، تظل مكان ما تصفي الدم لأشياء ثانية تقعد بس تعزل ألوان. وأي شيء فيه لون، كاتشب، أي شيء مكتوب عليه فيه ألوان صناعية ابتعدوا عنه، لأنه يهلك الكلى، يحطمها. أي أكل أو مشروب فيه لون وفيه سكريات يقصر من عمر الكلى. المفروض الكلى هي تعيش وتحيا تموت مع الإنسان. فأنت وكل واحد فيكم يحسب في اليوم كم مرة يشرب مشروبات غازية، وكم مرة يدخل سكريات وألوان صناعية لجسمه. اقروا عن كمية مراكز الكلى اللي صايرة في العالم العربي وبالذات في منطقة الخليج، شوفوا غسيل الكلى اللي منتشر في كل مكان، وخشوا واقروا شوفوا تأثير السكر. ليش مريض السكري أول شغلة تضرب عنده الكلى؟ شنو السبب؟ ايش دخل الكلى في السكر؟ أي إنسان، بالمختصر أن أنتم عندكم تقدرون تجيبون مراجع وجوجل وتسوون اللي تبونه، أي إنسان عنده هالات سوداء تحت العين أول شغلة يشوف شنو في الكلى. حل الموضوع، تمتنع عن السكريات الصناعية، السكر الأبيض، السكر الأسمر، البيبسي، الكولا، وتشرب ماي، تنظف الكلى، تاكل خضار، تبتعد عن وتمتنعون عن الألوان الصناعية بلاس الشجر ومنتجات الحليب. راح تشوف الكلى كيف تتحسن وترتاح، تضخ الدم لكل الجسم. لأن لو الموضوع سهر كلنا نسهر، كان الممرضين والممرضات والدكاترة كنتوا لقيتوا كلهم عيونهم سود من تحت. مو موضوع، مو سهر. السهر، عدم الاهتمام في البشرة، هذا عامل مساعد. الأساسي وهو الكلى. اهتموا في الكلى وشوفوا شنو اللي ضايقها.
وبالأخص الشباب اللي ياخذون السبلمنت، هذه واجد تأذي الكلى. السبلمنت حقت الجيم، هذا اللي تسوي عضل وكلام فاضي، هذه تقصر عمر الكلى. عشان تتأكدون من كلامي، 40 يوم وقفوا سكريات اللي هي تيجي من الخبز الأبيض، اللي تجي من البيبسي الكولا اللي تحطون السكر مع الشاي. وقفوا ألوان صناعية. طبعا سكريات موجودة في ماكدونالدز، موجودة في كنتاكي، موجودة في كل الوجبات السريعة واللي تاكلونها من المطاعم. كل المطاعم فيها سكر. واللي ينظف الكلى ويساعد على تنظيفها ويزيل الترسبات هو ماي الشعير. قد ما تقدرون تغلون ماي شعير وتشربون كل يوم. بس الحين انزل لكم فاصوليا اسمها ازوكي، هذه فاصوليا صينية، هذه يسمونها شافي الكلى. تغلونها وتشربون ميتها تغسل الكلى. طبعا هم مترجمينها غلط بالعربي، هي فاصوليا اسمها كدني بينز، يعني حبوب الكلى. هذه تغسل الكلى غسل. بالنسبة للشعير، هذا الشعير اللي هو متشال طبقة واحدة من القشر وباقي القشر موجود فيه، تغلونه وتشربون ميته. هذا الشعير. طريقة عملهم: الفاصوليا أو الشعير واحدة، كوب من الشعير أو كوب من الفاصوليا مع 10 أكواب مي، يغلي 40 دقيقة وتشربون ميته كل اليوم. ممكن تتصرفون في هذا الشيء يعني ممكن على مدة 10 أيام. الشعير فيكم ل40 يوم على أساس ينظف. واللي عنده حساسية من الجلوتين في بس يستخدم الفاصوليا، تنغلى مدة 40 دقيقة كل كوب فاصوليا مع 10 أكواب ماء 40 دقيقة وتنشرب كل اليوم. بس بأثناء ذلك لازم نكون قطعنا السكريات، قطعنا الألوان، وأكلنا الأكل الصحي وخضار كثير وشربنا ماء كويس. واكيد مش مقصود الماء البارد، ولما تشربونه ما تشربونه من البلاستيك دايركت، يا تحطونه في زجاج او تحطونه في فخار. هذا ردي على الأسئلة اللي تقول ليش عينش ما فيها سواد من تحت. أنا مرة صحية ما أكل سكريات.